مش كل زرع قرنية زي بعضه، في تقنيات جراحية مختلفة بنختارها على أساس العيان والمرض اللي موجود فيه. تعالوا نتكلم النهاردة في هشام في العمليات على زرع القرنية وأنواعه. زرع القرنية هي العملية اللي بيتم فيها تغيير القرنية جزئيا أو كاملا نتيجة وجود أمراض فيها. في كثير من الأمراض التي تصيب أجزاء فقط في القرنية زي القرنية المخروطية أو عدامة في القرنية مش واصلة إلى الطبقات الداخلية منها أو بعض الأمراض الوراثية. ساعتها من الحكمة إن إحنا منغيرش القرنية كلها وبس نغير الأنسجة المعطوبة داخل القرنية. القرنية السليمة بتاعتنا عبارة عن طبقات مختلفة، منها طبقات أمامية زائد الطبقة الخلفية طبقية، يعني مجموعة من الخلايا الداخلية هي لا تتجدد، اتولدنا بيها بنستمر بيها طول العمر، بتقل عددها شوية شوية على مدار الزمن، وهي مسؤولية كاملة عن شفافية القرنية. لو احنا عندنا الأمراض دي والطبقة الداخلية دي سليمة، من الحكمة إن احنا نحافظ عليها ونسيبها للمريض، ما نغيرهاش بطبقة تانية قرنية بتاعت حد تاني ممكن يكون فيها بعض المشكلات. هي دي الطبقة اللي بيحصل عندها في الأغلب المشكلات ما بعد زرع القرنية الكامل، وهي دي الطبقة اللي الجسم أساسا بيهاجمها، وهي دي الطبقة اللي بيحصل فيها رفض للقرنية. لو عندك أي واحدة من المشكلات دي زي قرنية مخروطية، عتامة في الجزء الأمامي من القرنية، أو بعض الأمراض الوراثية التي تؤثر على الجزء الأمامي فقط من القرنية، الدكتور الجراح لازم يبذل كل مجهود علشان يحافظ على الطبقة الداخلية دي ونعمل فقط زرع قرنية طبقي أمامي. صحيح العملية طويلة ومحتاجة طبيب شاطر، ولكن النتيجة بتاعتها بتكون أفضل كثيرا من زرع القرنية الكامل.